السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي خياتي أمهاتنا أبائنا. إن شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير وبصحة وعافية يا رب العالمين. نقول لكم نهاركم مبارك وجمعة مباركة تدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والهنا. وقبل ما نبداو في الفيديو تاع اليوم خياتي نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هكذا ندو كامل الأجر مع بعضنا. وقبل ما نبداو في الفيديو تاع اليوم ما تنسوناش خياتي بالجيم، بارك الله فيكم، الله يجازيكم، لأن الجيم هو اللي طلع لنا الفيديو، جزاكم الله خير الجزاء، وهذا فضلا وليس أمرا. وبالطبع إلا عجبكم الفيديو ونبداو بسم الله على بركة الله. اليوم خياتي جبنا المملحات تاع اليوم اللي هي خبز البرجر وخبز التوست، كيفاش نديروهم مملحات في البيت، يعني حاجة نقية، حاجة تاع يدينا. راكم عارفين كل شيء راهو برا، يعني رانا نشوفوا فيه واحد الصوالح غريبين بتشريه من برا، يعني النظافة تقريبا راهي منعدمة. احنا ما نعمموش، لكن نقولوا حنايا في بعض الاماكن النظافة راهي منعدمة. اول حاجه كما شفتوني خياتي قليت فيها كما نقولوا حنايا الحبيبات تاع لافيون داشي. لافيون داشي كما نصنعوا كما العاده والعوايد، نديروا لافيون داشي تاعنا، نجيبوا فيه، نديروا فيه توابل، نديروا فيه معدنوس، حبه تاع بيض، خبز مرحي ونليموه يعني، ونديروه دوائر. وقبل ما نبداو في في التكوين تاع الخبز البرجر، لهنا الخبز تاعنا راهو جاهز، يعني حاجه سهله ماله، ديروها هكذا كيما نقولوا حنا خدمه يديكم، حاجه نقيه لوليداتكم ياكلوها بالصحه والهنا. وقلت نتقاسم افكار هكذا مع خياتي هكذايا، على الاقل كيما نقولوا حنا تبغي ديريها في دارك ديري حاجه نقيه. اول حاجه لهنايا عندنا خبز البرجر. خبز البرجر لهنايا راهم ست قطع يديروا ب12000، يعني ماهيش حاجه كبيره. 12000 وانتي درتي حاجات لوليداتك نقيين، وميم طون راح توفري على جيبك. دونك اولي بتشري حاجه كيما نقولوا حنا تشري حبه من برا تشريها ب 15 ميل ولا 20 ميل، يعني هنا راهم 6 حبات تخسري عليهم يا ربي 50 ميل، وانتي درتي لوليداتك ياكلوا ويشبعوا وبصحتهم، ياكلوها بالصحه والهنا. اول حاجه هي عندنا خبز تاع البرجر، دي فوا يجيكم مبلع، كاين اللي يجي محلول. انا لكن لقيتوها مبلعه، اني وريتكم تقبضوها غير هكذا بالخدمه، تحلوها على زوج، يعني حد طريقه سهله مالا، ونقبضوها نوسوها. انا اول حاجه الناس درت لهنايا صلصه تاع صوص دو فروماج، يعني رجعوا للقناه راكم الحين تلقاو الوصفه. واللي ما تقدرش دير صوص دو فروماج اللي هي تجي بنينه مع خبز البرجر، ديروا مايونيز خياتي ولا صوص الجيريان، هكذا بهذه الطريقه نديروها كامل فوق الحبيبات تاعنا، يعني شربوها مليح باش الخبز تاعكم يشرب لكم يجي المذاق تاعو ولا اروع. يعني الصلصه هذه تجي بنينه بزاف وسهله وميم طون، يعني دخلوا في الفيديوهات شوفوا صلصه تاع الفرماج تاع رايحين تلقاوها. اول حاجه درنا الصلصه. الحاجه الزوجه جبنا شلاضه، يعني تنقوها مليح، لان السلطه راه فيها واحد الجرثومه، يعني لازم تنقوها مليح. درنا اول حاجه قلنا الصوص دو فروماج، ومن بعد زدنا السلطه، زدنا معها مرسو تاع طماطم، يعني تقبضوا الطماطم تقطعوها دويرات، زدنا هذوك الحبيبات تاع البطاطا. واذا كانت عندكم بطاطا، انا البطاطا تاعي كانت صغيره سبوغ درتها هكذا دوائر، الا كانت عندكم بطاطا كبيره تقدروا كيما نقولوا حنايا ديروا حبه واحده تكون كبيره. درنا حبه تاع البطاطا، زدنا عليها المرسو تاع اللحم المفروم، زدنا عليها حبيبات تاع فروماج، يعني حاجه ماشي حاجه اللي تكلف. طوماطيشه عندنا في ديالنا، استدير شلاضري عندنا في ديالنا، بطاطا في ديالنا، مايش تشري 20 ميل ولا 30 ميل تاع فيوند شيرا راح تدلك كميه ولا اروح. يعني زدت معكم هكذايا لبنياتنا المبتدئات، زدت معكم الحبه الثانيه بنفس الطريقه الاولى، يعني برك تبعوا الخطوات راح تنجحوا فيها ان شاء الله، تخرج لكم ما خير، ومن طون حاجه تاع يديكم هكذايا تاكلوها بالصحه والهنا. ونيفيتو كامل هذيك الماكله تاع برا، يعني دوكا راح يجينا الصيف، ما نبداوش نديروا طواجن بزاف، الاكثريه نديروا هكذا مملحات خفاف. شوفوا خياتي كيفاش يجوا شابين، يجوا يشهوا شايدكم في الجنه، خاصة هكذا كيما نقولوا حنايا لخياتنا اللي راهم مرضى، يعني حاجة هذه خفيفة بالخف تنوضي ديريها لوليداتك هكذا ياكلوها بالصحة والهنا. انا زدت صنعت معكم حبيبات يابان، يعني باش نشوفوا الطريقة هكذا عن قرب، زدت كامل كملت معكم هذوك الحبيبات هكذا خياتي. درنا الحاجة الأولى صلصة، الزوجة درنا شلاضة،
ومن بعد درنا هذوك الدوائر تاع الطماطم، زيدوا معاهم هذاك الدوائر تاع اللحم المفروم، زيدوا معاهم حبيبه تاع فروماج، ولا عندكم هذاك فروماج تاع المربعات من الافضل ديروا هذوك الفروماج تاع المربعات يجيكم شباب بزاف. لا هذوك سلايس انا ما لقيتش منه، لقيت هذا لكن جت بنينه بها هكذا، وخدمة يدك خدمه نقيه، خدمه في دارك، يعني توكليها لوليداتك وانتي مضمونه. لهنا بعد ما كملنا مع خبيزات تاع البرجر نزيدو لهنايا نديرو المملحات تاع التوست، يعني ثاني ماهوش غالي، حاجه دير 12 ولا 13 يعني في زوج ما يتكلفولكش حتى 25 عام ولا 26 عام، وانتي وكلتي وليداتك ولا توكلي العائله تاعك. لهنا بعد ما درنا الخبز تاع التوست هكذا يا خياتي، الحاجه الاولى درت مايونيز، يعني لي زومبرغر درتهم بالصلصه تاع الفرomاج، ولا هنايا درناه بالمايونيز. درت المايونيز نزيدو معاه حبيبه تاع بيض، نقلوها هكذاك حبيبه كامله ونحطوها فوق هذاك صدر المايونيز، ونزيدو هذاك المورسو تاع لا فيون داشي ونبلعوها بهذه الطريقه، يجو ولا اروع، يجوكم بنان ساهلين ماهلين، حاجه بنينه توفري على جيبك، تاكليها في دارك انتي وليداتك وبصحتكم خيتي هكذايا، ولا لعجوزك ولا شيخك راح يدعي لك دعوة الخير. يعني الصدر ماشي كل خطره طواجين منين ذاك نبدلوا لوليداتنا راهم جايين امتحانات، نديروا لهم هكذا حاجه فيها بروتين هكذا خياتي. يعني نفس الطريقه اللي صنعنا بالخبزه الاولى راح نزيد معكم هذه الخبزه الثانيه. قلنا الصدر الحاجه الاولى نديروا الصلصه تاع المايونيز، حاجه الزوجه درنا معها حبيبه تاع البيض نقلوها كامل خياتي يعرفوا يقلوا حبيبه تاع البيض، يعني حتى والبنياتكم مبتدئات ماهيش حاجه واعره، حاجه سهله رايحين يديروها هكذايا. بعد ما نكملوها نبلعو حبه على حبه. انا لهنايا قبضت الطاجين قريتهم في الطاجين، يعني هكذا بانينيتهم في الطاجين، وانتم اللي عندها بانينوست بانينيهم في البانينوست ثاني راح يجوكم بنان، يجو ولا اروح. نقسم معكم حبيبه دوك تشوفوها تجي تشهي تكون في الجنه، يجو بنان يجو طرايه. هاي خياتي يعني قسمت معكم حبه، شوف كيفاش جات دايره، جات شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وإلا عجبكم خياتي الفيديو تاع اليوم ما تنسوناش بالجيم بارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء هكذا باش تعم الفائده للجميع. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه وتحياتي الى فيديو اخر.